ازاي تعملي الاكله المنجزه وفي 10 دقايق بمشيئه الله تكوني مخلصاها؟ بصوا جمال وحلاوه الطبق، حاجه كده سريعه جدا وبسيطه. 10 دقايق بمشيئه الله، وزمن السوا 10 دقايق كمان هتكون مستويه معاكي. معلقه حلوه من السمن، شويتين حلوين من الزيت، انزلي ببصله وابدأي حمريها لحد ما تاخد اللون المحمر الجميل. 2 من اللومي، 4 فصوص من الحبهان زيهم من القرنفل، عود حلو كده اهو من القرفه، ورقتين من اللورا، واللومي طبعا ما تنسوهوش. نزلت كمان بعد ما البصل خد اللون الاحمر الحلو ده ب4 فصوص من الثوم المتقطعين، وجزرايه وقرن فلفل متقطع. ابتديت اشوح في الجمال ده كله. نزلت بكيلو بعدها من صدور الفراخ. صدور الفراخ انا مقطعها مكعبات وشايله منها طبعا اي جلد. وحطيت معلقه من الكاري، معلقه من الكركم، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من البابريكا. وابتديت اشوح الفراخ في البهارات الحلوه دي عشان تتحمص. ذكر النهارده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نزلت كمان بكيس اللي حاجه بسيطه كده اهو من بهارات الكبسة. بهارات الكبسة بتشتريها من أي سوبر ماركت، وابدأي بقى شوحي وشمي أحلى ريحة في المرحلة دي. حطي بقى معلقة كبيرة من الصلصة، عليهم حوالي 4 طماطميات متوسطين الحجم كده في الخلاط، وضربتهم وسبت بقى الفراخ دي تستوي كده على نار عالية، مش عالية قوي يعني، لحد ما تستوي. بعد ما استوت تماما نزلت على طول بكيلو من المكرونة الصغيرة دي المقصوصة او الهلالية، وعليها مية بتغلي. ظبطت الملح ونص معلقة من السكر لحد ما استوت بقى على النار وسط. وبس كده.